لإنجلترا لإسبانيا ولفرنسا مع الأولمبيك دو مارسيل. هذه كرة ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء للمنتخب المغربي. هذه الإعادة يا سلام، لمسة سحرية مليمترية حريرية من عبد الصمد ومن حكيم زياش في اتجاه الزلزولي. شوف الخطأ واضح، الخطأ واضح. وزياش يتقدم، زياش والهدف الأول. زياش بطريقة استعراضية على طريقة الشهيرة بانينكا، في الكثير من الثقة وفي الكثير من الهدوء وفي الكثير من الخبرة. هنا زياش كالعادة باستعراض، نعم ينجح في هز الشباك الكابونية 1-0، ولكن كامل الجدية حاضرة من رفقاء حكيم زياش في الكثير من الاستعراض، في الكثير من الاستعراض، ولكن ايضا في الكثير من المخاطرة، لان الحارس هنا كان ممكن ان يتصدى للكرة. عموما هنا شفنا الجول الاول، زياش على طريقة بانينكا يدي الهدف الاول. التقدم كان منتظر في هذا المركز، لذلك ركلة جزاء، ركلة جزاء إنسانية، ركلة جزاء إنسانية للمنتخب المغربي. استاد سفيان، هذا هو القناص، نعم الذي يحضر في هكذا مواعيد، هكذا نعم بذكاء وبحيلة، نعم يصطاد ركلة جزاء. كان ذكي سفيان في الحصول على ركلة جزاء. شوف الإعادة هنا، سقط يا سفيان وأوقع بالتالي المدافع في المحظور، لأنه كان ممكن أي حكم آخر لا يعلن عن الركلة، لكن الدفع كان موجود، الدفع كان موجود، والموريتاني بإذا لم يتردد ولو للحظة في الإعلان عن ضربة جزاء. الآن نقاش، يا ترى هل تترك الكرة لسفيان؟ النقاش بين زياش وسفيان، لكن زياش يقول معلش اتركها لي، خليها لي، أنا من سأتكلف بالتنفيذ مرة أخرى، وأنا أبحث عن أرقام قياسية مستقبلية مع المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، نعم من حقك يا زياش، حقك يا زياش تبحث عن كتابة تاريخ بأن تكون مستقبلا الهداف رقم 1 مع المنتخب المغربي، وأنت مع مرور المباريات ممكن أن تحطم الرقم. لكن هنا دعونا نتابع الركلة الثانية للمنتخب المغربي. زياش هل يفعل بنفس الطريقة أم سينوع؟ هل يفعل بنفس الطريقة أم سينوع؟ تأتي الإشارة. زياش والثاني. زياش على أقصى يسار حارسي المرمى يتمكن من إضافة ثانية الأهداف، وفرحة كبيرة في المدرجات. هكذا هي الجماهير هنا في ملعب الأدرار، سعيدة جدا بهذا التقدم المنطقي. زياش مرة أخرى، لكن هذه المرة في منتهى القوة وعلى أقصى يسار حارس المرمى مبابا، رغم أن مبابا مشى للكرة، لكن هنا كما يقال حتى في الزاوية الصعبة المستحيلة على أي حارس، وبالتالي مثل هذه الركلات تحتاج إلى هدوء أعصاب وإلى تركيز كبير جدا. زياش عنده هذه النقطة، حطها بشكل يحافظ على نظافة الشباك. رائع ياسين، هذه كرة تلعب بسرعة، وركلة جزاء أخرى للمنتخب الغابوني. يبدو بأنها ليلة ركلات الجزاء بامتياز، يبدو بأنها ليلة ركلات الجزاء بامتياز، لأن هذه الركلة الرابعة التي يعلن عنها الحكم الموريتاني بيدا يقول بأنه كان في لمسة يد. أنا قلت لكم مع بداية المباراة بأن منتخب الغابون هجومي بامتياز. منتخب الغابون حتى لو يلعب خارج ليبروفيل يكون هجومي، وهذا ما يتضح من خلال مباراة الليلة لعدم مجددا الكرة الماضية. لمسة اليد اللي أعلن عنها الحكم هذه لعدم مجددا اللمسة الماضية موجودة على سفيان، لمسة اليد الماضية. طبعا هنا اليد تحركت ليسرى لسفيان رحيمي، وبالتالي أوباميانغ يلا ياسين بونو مع أوباميانغ. تصديات رائعة من ياسين، نريد أن يؤكد من خلال هذه الركلة أمام مهاجم القادسية السعودي. لاعبان ينشطان في السعودية
مهاجم القادسية مع حارس الزعيم الهلال. إشارة تأتي، يلا كورتك ياسين، كورتك ياسين، كورتك ياسين. سجل هذه المرة، يسجل هذه المرة، يسجل بيير أوباميانغ هدفان مقابل هدف واحد. أخطاء على مستوى الدفاع، أخطاء على مستوى التغطية، وبالتالي كلفتنا ركلتي جزاء واحدة منها سجلت عن طريق اللاعب أوباميانغ في مباراة مفتوحة ومليئة بالإثارة، مباراة ليتوقع فيها أهداف أخرى خاصة من جانب المنتخب المغربي. هذه الإعادة هذه المرة أوباميانغ في سقف المرمى، المكان رحيمي، وطبعا الاسماء الاخرى اللي موجوده في الاحتياط. بينما كره الزلزولي استلمها الزلزولي، يراوغ عبد الصمد، عبد الصمد، وجول جول 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 جول. ابراهيم دياس الثالث للنخبه المغربيه. هكذا المتابعه من نجم ريال مدريد ابراهيم دياس يوقع على الجول. نجوم لا ليغا يتألقون في الكرة الماضية. عبد الصمد عمل فردي رائع، عبد الصمد عمل فردي رائع جدا من الجهة اليسرى، هو من مرر، هو صاحب التمرير. شوف زياش، رائع الباس، رائع الباس زياش، ثم عبد الصمد راوغ، عبد الصمد هنا، ثم المتابعة كانت حاضرة من ابراهيم دياس. شوف عمل رائع لعبد الصمد، عبد الصمد هنا راوغ، ثم هي الكرة تموضع ممتاز لابراهيم، خطف هذه الكرة مانحا ثالث الاهداف، وهذا يأكد كلامي بان هناك اهداف قادمة في شوط المباراة الثاني. وابراهيم دياس نعم هنا يؤكد حضوره في الكرة الأولى في هذا الشوط، وبالتالي سجل أول أهداف ابراهيم دياس بقميص المنتخب المغربي. سجلوا عندكم. راجع للتغييرات اللي حدثت عموما. هناك وقت لمشاهدة رابع الأهداف، هناك وقت لمتابعة الهدف الرابع. ممكن ذلك الكعبي، أيوب الرابع يا أيوب، كعبك عالي يا أيوب، يا كعبي كعبك عالي يا كعبي. هنا أثبت نعم بأنه هداف من الطراز الرفيع، هداف من الطراز العالي. أيوب الكعبي، يا سلام على الاستلام، راوغ بشكل جميل من زاوية صعبة، حطها في الشباك. هات الصورة، هات الإعادة، من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية، لكرة وللمسة ممتازة، البينية رائعة مليمترية. الكعبي بيحس الهداف، الكعبي بيحس القناص، لاسيست رائع من عزدين. البودلاء من يتألقون، البودلاء من يصنعون، البودلاء من يصنعون الرابع من اسيست ناحي الى لمسة الجوليادور، هداف الاولمبياكوس أيوب الكعبي. نعم هنا اقتنص، لكن لا يشمل الباس رائع منك يا عزدين. والكعبي راوغ، ثم حطها